بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انطلاقا من هذه الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف، انطلقت جمعية التعليم والتربية والتعاون الاجتماعي لتركستان الشرقية من مدينة إسطنبول للقيام بما يخفف من معاناة شعب نسيه العالم بأجمعه، وتجاهلته وسائل الإعلام قسرا، وحرم من أبسط حقوق الإنسان المكفولة له في جميع الدساتير والقوانين ظلما، ففقد حرية التدين وممارسة شعائر دينه علنا، ودراسة تعاليم دينه الحنيف بتاتا، ومورس ضده كل أصناف العنصرية والطائفية والتطهير العرقي كاملة، وديست كرامته الإنسانية عنوة، وأجبر على الذوبان في كيان المحتل جبرا، ويسير نحو الزوال عن الخارطة رويدا رويدا. فارتأت جمعية التربية والتعليم والتعاون الاجتماعي لتركستان الشرقية أن تقدم لحضراتكم نبذة وجيزة عن تركستان الشرقية والأوضاع الراهنة لمسلميها، متضمنة تعريفا مختصرا لجمعيتنا، راجين منكم التكرم بألا تنسوا إخوانكم التركستانيين من خالص دعائكم. جمعية التعليم والتربية والتعاون الاجتماعي لتركستان الشرقية. نبذة وجيزة عن تركستان الشرقية. إن كلمة تركستان تعني موطن الترك ومهده، وكانت هذه الكلمة تطلق في كتب التاريخ ويراد بها تركستان الغربية وتركستان الشرقية. فأما تركستان الغربية احتلها الروس سنة 1868 للميلاد، ثم استقلت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1990 للميلاد، وتسمى اليوم بالجمهوريات الإسلامية المستقلة في آسيا الوسطى، وتشمل قرغيزستان وأوزبكستان وقزاقستان وتركمانستان وطاجكستان. وأما تركستان الشرقية احتلتها الصين في عام 1758 للميلاد بعد أن ضعف أمر المسلمين بها، ولكن لم يستسلم المسلمون، بل أبدوا مقاومة شرسة استمرت قرنا كاملا حتى تم طرد المحتلين منها سنة 1863 للميلاد، فأقيمت فيها دولة إسلامية تحت زعامة يعقوب بيك الذي بايع الخليفة العثماني حين ذاك السلطان عبد العزيز خان. وبعد مضي سنوات عديدة قامت السلطات الصينية حين ذاك باغتيال رئيس الدولة يعقوب بيك، فانهزم جيشه أمام الجيوش الصينية الغازية، فوقعت تركستان الشرقية مرة أخرى تحت الاحتلال الصيني سنة 1876 للميلاد. وهذه المرة قامت القوات المحتلة بتغيير اسم تركستان إلى شينجيانغ، التي تعني باللغة الصينية المستعمرة الجديدة. وعقب الاحتلال اندلعت ثورات عارمة ضد المحتلين، ما لبثت أن تحولت إلى جهاد مسلح، حتى تمكن المسلمون التركستانيون من إقامة جمهورية إسلامية مستقلة سنة 1933 للميلاد. وللأسف لم تلبث هذه الجمهورية سوى عدة أشهر حتى أسقطها التآمر الروسي والصيني، فدخلت البلاد في ثورات عارمة ضد الصينيين المحتلين من جديد، حتى استطاعوا إقامة جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية سنة 1944 للميلاد. ولكن الصين حاربتها بتحريض ودعم من الروس بالأسلحة والعتاد والجنود، حتى استطاع الغزاة الصينيون الشيوعيون إسقاط هذه الجمهورية وفرض سيطرتها عليها في أكتوبر سنة 1949 للميلاد. ومنذ ذلك اليوم
لا تزال تركستان الشرقية تئن تحت وطأة الاحتلال الصيني الغاشم إلى يومنا هذا. دخول الإسلام. دخل الإسلام تركستان الشرقية على يد القائد قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 95 للهجرة، وفي سنة 232 للهجرة تشرف الخاقان سلطان ستوق بغراخان مؤسس الدولة القراخانية بالدخول في الإسلام، وتبعه أبناؤه وكبار رجال الدولة، ومنذ ذلك اليوم أصبح الإسلام دينا رسميا للدولة، وطبقت فيها الأحكام حسب الشريعة الإسلامية، وظلت تركستان تنفذ فيها الأحكام وتقام فيها الحدود حسب الشريعة الإسلامية إلى أن احتلتها الصين الشيوعية في عام 1949 للميلاد. عدد المسلمين في تركستان الشرقية 35 مليون مسلم. الموقع الجغرافي. تقع تركستان الشرقية في وسط آسيا الوسطى، وتحدها من الشمال جمهورية روسيا وقرغيزستان وقزاخستان، ومن الغرب طاجكستان وأفغانستان، ومن الجنوب باكستان وكشمير والتبت، ومن الشرق الصينية الشعبية، ومن الشمال الشرقي منغوليا الشعبية. وتضم تركستان بين جنباتها صحراء تكلمكان المعروفة بمهد الحضارة الإنسانية، وجبال فامر، وجبال كاراكورم. المساحة. تبلغ مساحة تركستان الشرقية 1,828,418 كيلو متر مربع، وهي بذلك تشكل خمس مساحة الصين كلها، بما فيها مستعمرات الصين الشعبية مثل التبت ومنغوليا الداخلية. ومساحة الصحراء فيها 650,000 كيلو متر مربع، وأما مساحة الغابات ف91,000 كيلو متر مربع. الاقتصاد. تركستان غنية بثرواتها الطبيعية، فهي تمتلك احتياطا ضخما من البترول، وتأكد حتى الآن وجود أكثر من 8 مليار طن من احتياطي البترول، وتمتلك من الفحم ما يعادل 600 مليون طن، كما تملك غازا طبيعيا يستخرج من 30 منطقة، وبها أجود أنواع اليورانيوم في العالم، ويستخرج من 6 مناجم بها، كما يوجد بها معادن للذهب والأحجار الكريمة، وبها 40 نهرا كبيرا و12 بحيرة، وأراض شاسعة صالحة للزراعة، لذا فهي عصب اقتصاد الصين وعصب صناعاتها الثقيلة والعسكرية. اللغة. اللغة الرسمية في تركستان الشرقية هي اللغة التركستانية الأويغورية، وتستخدم اللغة الصينية في الدوائر الحكومية إلى جانب اللغة التركستانية. واللغة التركستانية هي التركية بلهجاتها المختلفة، وتستعمل الحروف العربية في الكتابة. الوضع التعليمي. لعل أفضل وسيلة لاستمرار الاحتلال واستقراره في بلد ما